السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل لو تقدر ترجع يوم واحد بس تمنع غلطة أو تصلح حاجة أو تنقذ حد أو حتى تعرف المستقبل. الفكرة دي سحرت دماغ البشر من أول ما اخترعنا الساعات، بس هل ده ممكن فعلا ولا هو مجرد خيال أفلام؟ في الفيديو ده هنتكلم عن السفر عبر الزمن من منظور علمي، ونربط بين حاجات غريبة زي نظرية النسبية والثقوب الدودية والزمكان، كل ده بأسلوب بسيط وممتع. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. قبل ما نفكر نسافر في الزمن لازم نفهم هو ايه اصلا. الناس زمان كانت شايفة ان الزمن حاجة ثابتة بيمشي على الكل بنفس السرعة، بس اينشتاين جه وقلب الترابيزة. قال لا، الزمن مش عداد، ده بعد رابع زيه زي الطول والعرض والارتفاع. تخيل مثلا لو واقف في أوضة، الطول هو المسافة من باب الأوضة للحيطة، والعرض هو المسافة من جنب لجنب، والارتفاع هو من الأرض للسقف، والزمن هو البعد اللي بيتحرك فيه كل حاجة. حتى وانت واقف الزمن ماشي. احنا بنعيش في حاجة اسمها الزمكان، ودي الفكرة اللي قلبت الطاولة على كل مفاهيم الفيزياء القديمة. الزمكان هو دمج بين كلمتين، الزمان زائد المكان، وإينشتاين قال إن مفيش حاجة اسمها مكان لوحده أو زمان لوحده، الاتنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق. إينشتاين سنة 1905 قال إن الزمن بيتباطأ كل ما السرعة بتزيد. يعني لو واحد اسمه محمود راكب مركبة فضائية سريعة جدا جدا بسرعة 90% من سرعة الضوء، وساب أخوه حسام على الأرض، محمود هيسافر لمدة سنة بالنسبة ليه داخل المركبة، لكن لما يرجع هيلاقي ان 10 سنين عدوا على الارض. يعني حسام كبر وعياله كبروا لكن محمود لسه شاب. ودي مش قصة خيالية، دي حاجة اسمها تايم ديليشن، وده حصل فعلا على نطاق صغير. عندنا اقمار صناعية جي بي اس بتلف حوالين الارض بسرعة كبيرة، جواها ساعات ذرية دقيقة جدا. العلماء لاحظوا ان الساعات دي بتمشي ابطأ شوية من الساعات على الارض، فاضطروا يعملوا تصحيح زمني عشان الإحداثيات تطلع صح. يعني العلم فعلا أثبت إن الزمن مش واحد، وده أساس فكرة السفر للمستقبل. اينشتاين بيقول مفيش جسم ليه كتلة يقدر يوصل لسرعة الضوء. ليه؟ لأنك كل ما تزود السرعة بتحتاج طاقة أكتر، ولو حاولت توصل 100% من سرعة الضوء هتحتاج طاقة لا نهائية، وده مستحيل علميا. بس نقدر نقرب منها لو قدرنا نعمل مركبة تمشي بسرعة 99.99% من سرعة الضوء. ممكن نسافر مئات السنين للمستقبل في أيام قليلة بالنسبة لينا. تخيل إنك ماسك ورقة وفيها نقطتين، نقطة A ونقطة B. بدل ما تمشي من A ل B على الورقة ممكن تطبق الورقة وتخرمها وتوصل A ب B مباشرة. ده هو الثقب الدودي، نفق في الزمكان بيربط ما بين مكانين أو زمنين. السؤال بقى، هل الثقوب دي موجودة؟ لحد دلوقتي مفيش دليل فعلي على وجودها، لكن الرياضيات بتقول إنها ممكنة. لكن حتى لو لقينا واحد محتاجين مادة غريبة علشان يفضل مفتوح، والمادة دي مش لاقيينها لحد دلوقتي. ده غير ان الثقب ممكن ينهار فجأة، والسفر من خلاله ممكن يولد طاقات مدمرة. وعلشان نتحكم فيه ونوصله للماضي لازم يكون عندنا تكنولوجيا تفوق اي حاجة موجودة النهاردة بمئات السنين. طيب نقدر نرجع للماضي ولا دي فكرة فيها مشكلة؟ السفر للماضي هو الحتة اللي الفيزياء بتبدأ تتوتر فيها. اشهر مشكلة هي مفارقة الجد. انت لو رجعت بالزمن وقتلت جدك، بالتالي ابوك عمره ما اتولد، يبقى انت مش هتتولد، فازاي رجعت وقتلته اصلا؟ دي بتكسر مفهوم السببية وبتخلي الكون في حالة تناقض. بعض العلماء رددوا وقالوا لو رجعت للماضي وغيرته انت كده خلقت كون تاني مش غيرت الكون الاصلي. والبعض الاخر قال ان الزمن مرن مش بس مفتوح، ممكن تتفرج على الماضي بس ما تقدرش تغيره. السفر للماضي لسه نظري ومليان مشاكل منطقية. الثقوب الدودية ممكن تكون المفتاح، بس مش معانا مفتاح الباب ده لسه. احنا كبشر دايما بنسعى لفهم الكون، وكل ما نعرف اكتر بنكتشف ان اللي كنا بنعتبره خيال ممكن جدا يكون حقيقة مستقبلية. السفر عبر الزمن مش مستحيل، لكنه لسه حلم قاعدين نشتغل عليه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.